عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. احنا نطلعها كده كفايه قوي 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 بجد. انا مش عارفه اقول لكم ايه. شايفين التحفه؟ تحفه تحفه. خلوني اتلسع واقول لكم رايي. فاطمه تنزلي من هنا على ام التوريه ان اسماعيل مستعجل وعايز يكتب الكتاب. المكونات اللي معانا بسيطه جدا. جوز هند، انتوا حابين تستغنوا بس هو مهم جدا، بس لو اللي عنده حساسيه او ما بحبش ممكن يستغنى عنه. ده فواكه مجففه، زبيب وشايفين وكريز. ممكن برضو يعني في ناس كتير ما بتحبوش، بس ممكن تحطوا منه حاجه بسيطه جدا. طبعا احنا عندنا انا ده كرواسو، شايفين ده كرواسو عادي، انا جبته ونشفته في الفرن. هنا عندي 100 جرام مكسرات عباره عن عين الجمل ونوع مكسرات تاني اهو. انتوا عايزين تزودوا زودوا، مش عاوزين بلاش. وفانيليا، ودي قشطه، ولبن معانا، والصينيه بتاعتنا. وطبعا هنحلي اللبن بالسكر، وخليكم معايا. هبدا اضيف هنا الكرواسو بتاعي وهبدا اقطعه كده زي ما انتوا شايفين. قطعوه بالشكل اللي انتوا تحبوه. شايفين؟ فانا عندي متعه الصراحه تقطيعه كده. معرفش انا لو كسرته كده برضو ممكن يعني ممكن، بس حاساها بهدله شويه. خلينا مرتبين يا بنات. لو وصلتوا معايا، لو اللي متابعني الى الان، يا ريت تعملوا لي لايك عشان ترفعوا الفيديو. انا صوت الازاز ده مش عايزه اقول لكم بيضايقني قد ايه جدا. خلينا اكمل وارجع لكم. اهي انا كسرتها معاكم بالشكل ده شرايح كده. هنبدا بقى نرش عليها جوز الهند. عايزه اقول لكم جوز الهند مهم جدا جدا جدا، بيدي طعم كده رائع وريحه تحفه. صدقوني يعني اللي ممكن اللي ما بيحبش جوز الهند حط رشه بسيطه بس مش هتحسها يعني، بس هو بجد مهم. او ممكن تحطوا معلقه من زيت جوز الهند في اللبن، بس كده بيدي طعم تاني خالص يعني. شوف كتر وهحط طبعا مكسرات يا جماعه. المكسرات يعني حسب ذوق كل واحد. انا عندي اولادي لما بيلاقوا مكسرات بيروحوا شايلينها من الطبق، ما بيحبوهاش لكن يشيلوها، لكن في ناس تانية بتحب. فانا بحاول ارضي الجميع. هنا اهو عشان تبقى دسمه كده. وهحط معايا برضو شويه زبيب. الزبيب بحاول، او الفواكه المجففه بحاول ما كترهاش قوي يعني الطعم بتاعها شويه بيبقى مختلف اهو كده. كفايه بالشكل ده. هنيجي بقى لمرحله اللبن. خليكم معايا. عاوزه اقول لكم الجو عمال يمطر بجد، شكله تحفه تحفه تحفه. انا هنا عندي لتر لبن هنزله كله، ولو عوزنا ممكن نزود تاني. وعندي هنا سكر حسب الرغبه. انا هحط شويه كده وبعد كده هقلبه وادوق تاني. طبعا رشه فانيليا بسيطه جدا، غير ان جوز الهند اصلا بيدي ريحه حلوه جدا. وهحط هنا كمان القشطه بتاعتي. شايفين الحلاوه؟ اوه ما شاء الله. انا هحطها كلها عشان لزوم الدايت. انا هحط القشطه كلها لزوم الدايت يا جماعه. انتوا عارفين طبعا الدايت محتاج الواحد يرم بدنه كده. اهو هنروح نرفعها على النار. هنا اول ما يبدأ معانا يسخن على طول هننزل بيه على خليط الكرواسون ام علي. ام علي بقى ابو علي، انا اصلا ما اعرفش ايه الحكمه ان هم سموها ام علي. ممكن مثلا اللي اخترعتها اللي كان مثلا جوزها جعان وهي اسمها ام علي مثلا، فعملت له فته فعجبتهم فسموها ام علي، وبناء عليه انتشروا. طب بالله عليك يعني لو حد يعرف قصه ام علي دي يكتبها لنا في التعليقات. دي القشطه اهي ما تقلقوش هتفك معانا.
حسيتها عاوزه سكر فزودت شويه، فانتوا زودوا على قدكم يا بنات، زودوا ودوقوا شوفوا كده مسكره ولا لا، واللي عايزها شويه دلع مش مشكله برضو. عبال ما تسخن كده تعالوا اوريكم الجو عامل ازاي. واو تحس ان الشجر مغسول سبحان الله. بس الجو شايفين مغيم قد ايه يا الله. للاسف الواحد عنده جنينه كبيره اساسا زي قلتها، ما بنعرفش نستخدمها في جو بريطانيا اللطيف الظريف ده. مره شمس مره برد مره رعد مره ايه ده في اليوم الواحد. يعني احنا في الصيف المفروض يعني الهوا شويه برد جميل، يعني برد جميل ومطر وغيوم وشمس تحت اهي. ما تفهموش اللون ده جاي منين. بس اللي بتتفرج معايا على جو بريطانيا اللطيف ده تديني لايك وشجعوني بكلمه حلوه وقولوا لي عاوزين تعرفوا ايه عن بريطانيا او اعمل لكم وصفات ايه. هنا هو اللبن سخن معايا والقشطه ساحت، حتى لو في حتت صغيره قشطه عادي ملكوش دعوه بيها. بسم الله على اقل من مهلكم، وما تقلقوش خالص كل ده بيتشرب يعني. بسم الله بسم الله بسم الله. عايزه اقول لكم الريحه تجنن من قبل يعني ما تدخل الفرن اهي. بسم الله. كده تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ان انا زودت كوبايه لبن وحطيت عليها لو انتوا شايفين اهي سمنه، معلقه سمنه كده تكون ريحتها جميله. اهم حاجه تكون ريحتها جميله. وعايزه اقول لكم عايزه اقول لكم طبعا دي لو سمنه بلدي كمان هتبقى ريحتها بلدي هتبقى ريحتها بلدي 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 اهو. انا كده استريحت. شايفين؟ تدخل بقى معانا الفرن كده عروسه. الفرن متسخن قبل كده وهنحطها في الرف في الوسط. بسم الله. شايفين الجمال؟ يا سلام. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. احنا نطلعها كده كفايه قوي قوي قوي. بسم الله عشان ما تحرقش ادوني لايك. شايفين ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم يعني ريحتها تجنن تجنن بجد. شايفين؟ شايفين يا ربي؟ شايفين الحلاوه؟ بجد والله هتدعولي. بس احنا نسيبها ايه تبرد لان انا هتلسع. شايفين؟ تحفه. وعايزه اقول لكم ده هيتشرب كله. انا عايزه اللي وصلت معايا للحظه دي على طول تديني لايك. شايفين بقى؟ فاحنا نعمل ايه؟ ناخد من الحته دي. عايزه اقول لكم بجد خطيره. تعالى اقرب لكم بجد. شايفين؟ عايزه اقول لكم دي بقى بعد فتة العيد تحلوا بيها كده خلاص تبقى الطاسه ايه المزاج عالي العال. وناخد شويه من هنا كمان. يا سلام. عايزه اقول لكم الريحه تجنن. معلقتنا كده بقى ونجرب. لا دي كتيره قوي قوي قوي. روعه بجد روعه. هتدعولي وشجعوني بقى بانكم ايه اللي ما اشتركتش تنزل تشترك في القناه حالا. وطبعا اخر اليوم زي ما انتم شايفين كده بحس بالندم الرهيب على المصيبه اللي انا بعملها. قاعده كده على الصينيه اللي عندي ما شايفين. يعني عايزين ايه اكتر من كده؟ وده دليل على اني واحده محافظه على الدايت وبس كده.